فقال هل صلى الناس؟ فقالت عائشة هم ينتظرونك يا رسول الله. قال هريقوا علي من الماء ثم توضأ وأراد أن يخرج إلى الناس فخر مغشيا عليه، ثم أفاق مرة ثالثة. هل صلى الناس؟ قالت عائشة هم ينتظرونك يا رسول الله. قال هريقوا علي من الماء ثم توضأ فأراد أن يخرج إلى الصلاة فخر مغشيا عليه فأفاق مرة رابعة فقال مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. وكأن لأول مرة يصلي المسلمون بغير النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت عائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف، أي رجل كثير البكاء عند قراءة القرآن. قال مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. وكأن في ذاك الوقت وفي ذاك الزمان هو أفضل رجل على وجه الأرض هو أبو بكر الصديق، فأعادت عليه مثل ما قالت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كن صواحب يوسف مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. وكانت عائشة تقصد أنها لا تتفاءل أن أبا بكر يصلي بالناس دون النبي صلى الله عليه وسلم. وأخذته غشية ثم أفاق مرة أخرى فسمع صوت عمر يصلي بالناس فقال يأبى الله ورسوله، يأبى الله ورسوله، يأبى الله ورسوله. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر فعليك أن تأتمر وإذا نهاك فعليك أن تنتهي. نعم، وتشتد الحمى على النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يخير الأنبياء بين الحياة الدنيا وبين ما عند الله. فنظرت عائشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشير بإصبعه إلى السماء بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. فمالت يداه صلى الله عليه وسلم فعلمت أن رسول الله يخير بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله، وعلمت أن رسول الله قد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين نحن من أفضل خلق الله؟ ابتلي بالحمى الشديدة كما يبتلى الرجلين وشدد عليه في السكرات، وكان أفضل خلق الله في السماوات والأرض ليكون لك قدوة ويكون لك الأسوة الحسنة. نعم، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين نحن من رسول الله؟ أين نحن المذنبون العصاة عند هذه السكرات والكربات حينما تنام على فراش موتك وتشتد عليك السكرات وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. أحمدك ربنا وأستعينك وأستهديك وأستغفرك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات خير خلق الله، مات أفضل خلق الله، مات النبي صلى الله عليه وسلم وكان ينزل عليه الوحي فكان هو الواسطة للصحابة حينما كان ينزل عليه الوحي. أما اليوم انقطع الوحي، أما اليوم الصحابة
تشريع ولا ينزل قرآن. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ركز، ورضيت لكم الإسلام دينا، فغير الإسلام لن يقبل الله منه. وهنا ضجت الصحابة، بكت عائشة وبكت فاطمة، وقالت فاطمة يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه إلى الجنة مأواه، يا أبتاه إلى جبريل منعاه. تنادي بكلمات، وضجت الصحابة، منهم من قعد في الأرض لا يستطيع القيام من شدة الصدمة، ومنهم من خرس لسانه لا يستطيع الكلام في ذاك الوقت. وها هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قد أشار بسيفه ونادى في الناس أيها الناس، والله من قال أن رسول الله قد مات ضربت عنقه بسيفي هذا، والله رسول الله ما مات بل ذهب إلى ميقات ربه كما ذهب موسى بن عمران، ثم يعود مرة أخرى ليقطع أيدي وأرجل المنافقين قد زعموا أن رسول الله قد مات. أنت يا عمر أجرى الله على لسانك وقلبك الحق، لا تستطيع أن تصبر عند الصدمة. وحينها إذا ما رأيت رجلا من الناس عند الصدمات والكربات يتكلم بكلمات خارجة فعليك أن تصبره وتذكره بالله عز وجل. ها هو عمر ينادي في الناس والله رسول الله ما مات بل ذهب إلى ميقات ربه كما ذهب موسى بن عمران، ثم يعود مرة أخرى ليقطع أيدي وأرجل المنافقين قد زعموا أن رسول الله قد مات. وهنا أيها الكرام الله عز وجل له رجال في كل مكان وزمان ينصرون دين الله عز وجل. هنا ثبت الله أبو بكر الصديق، ثبته الله عز وجل، فقد جاء من بيت له بالسلح خارج المدينة، منطقة تسمى بالسلح خارج المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء ونظر إلى هذه الجموع ونظر إلى هذا الصراخ والبكاء، ثم دخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكشف الغطاء عن وجهه وقبل النبي صلى الله عليه وسلم بين عينيه وقال طبت حيا وميتا يا رسول الله، طبت حيا وميتا يا رسول الله، أما الموت التي قد كتبها الله عليك فقد ذقتها يا رسول الله، فلا ألم عليك بعد اليوم. ثم خرج إلى الناس، إلى هذه الجموع، إلى هذا الصراخ، إلى هذا البكاء. أيها الناس، بعد أن حمد الله وأثنى عليه، أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. نعم، أراد أبو بكر الصديق أن يؤصل هذا المنهج وهذا الطريق، أنك إذا ما عبدت الله عز وجل يجب أن تعبد الله وحده، ليس من أجل شيخ من الأشياخ ولا رئيس من الرؤساء ولا أمير من الأمراء ولا من أجل أي شخص خلقه الله عز وجل، بل تعبد الله وحده. أيها الناس،
من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا الصديق هذه الآية: وما محمد إلا رسول، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. نعم، وما محمد إلا رسول، رسول كبقية الرسل. أفإن مات من عند ربه أو قتل انقلبتم أنتم أيها الناس على أعقابكم وتركتم دين ربكم. ومن ينقلب على عقبيه أي من يترك دين الله عز وجل، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يقول عمر: وكأني لأول مرة أسمع هذه الآية. أنت يا عمر، أنت أيها القوي في الحق. نعم، وكأني لأول مرة أسمع هذه الآية فعلمت أن رسول الله قد مات. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسرعان أيها الكرام حينما دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم قالت فاطمة لأنس بن مالك: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله؟ يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول أنس: فأنكرنا قلوبنا، أي أنكرنا أفعالنا. وسرعان أيها الكرام ما تجمعت الصحابة إلى أي من سيتولى الخلافة، واجتمعوا على أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. حينما جمعوا له أحاديث، حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. نعم، وهنا تولى الخلافة أبو بكر الصديق. وسرعان ما يمضي 2 و6 أشهر في خلافة الصديق أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وينام هو الآخر على فراش موت. يدخل عليه أصحابه فيقولون له: يا أمير المؤمنين، هل نستدعي لك طبيبا؟ هو الحاكم، هو الرئيس، هو الأمير. نعم، هل نستدعي لك طبيبا؟ فقال: لقد رآني الطبيب. فقالوا: وماذا قال لك؟ قال لي: إني فعال لما أريد. تدخل عليه عائشة رضي الله تعالى عنها وتقول له: يا أبتاه، لا يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. فقال: يا بنيتي، ورفع الغطاء عن وجهه: لا تقولي هذا، لا تقولي هذا، ولكن قولي: وجاءت سكرة الموت بالحق. ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. يا بنيتي، لا تقولي هذا، ولكن قولي: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ويموت أبو بكر الصديق والآخر. نعم يا عباد الله، والكلام كثير عن الصحابة وعن الموت، ولكن أين العبرة؟ أين العظة؟ هيا بنا لنعود إلى الله عز وجل، وهيا بنا لنرجع إلى الله عز وجل. ما عليك أن تنظر لأحد، ما عليك أن تنظر لأحد فتقول
إن هذا رجل لا يصلي، هذا رجل لا يفعل كذا، هذا رجل يقول ما لا يفعل. ليس عليك هداه، عليك بنفسك. اعتمد على الله، صلي لله عز وجل، ذكر لله عز وجل. نعم عباد الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت اللهم أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا الذنوب واستر لنا العيوب وذلل لنا الصعاب وفرج لنا الكربات. اللهم لا تجعل لهذا الجمع ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مدينا إلا قد سددت دينه. اللهم سد ديننا، اللهم سد ديننا، اللهم سد ديننا. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا وجاعل بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارزقنا الأمن والأمان، اللهم انزل علينا الأمن والأمان. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم حرم رقابنا على النار، اللهم حرم أجسامنا على النار. اللهم إنا نعوذ بك من زقوم النار، اللهم إنا نعوذ بك من مهل النار، اللهم إنا نعوذ بك من فراش النار، اللهم إنا نعوذ بك من ثياب النار، اللهم إنا نعوذ بك من غطاء النار. اللهم ادخلنا الجنة مع الأبرار بغير حساب ولا سابقة عذاب. آمين يا رب العالمين. وأقم الصلاة.